تميزت أرض الجوف في المملكة بثقافتها الراسخة وعمقها التاريخي وإرثها العتيق، ومن خلال متحف العفاش بمدينة سكاكا والذي يستعرض آثار المنطقة وتاريخ الآباء والأجداد لهواة ومحبي مشاهدة الآثار. دعونا نتعرف على هذا المتحف والذي يأخذ زواره في رحلة عبر السنين مع الثقافة والصناعة والتاريخ. المتحف طبعا بدأ بال 1403 وبدأ فيه والدنا رحمة الله عليه، ويحتوي المتحف على أسلحة قديمة وعملات، ويحتوي على طبعا عملات قديمة، والهدف منها أنها يشوفونها الأبناء والأحفاد، وخاص بأشياء قديمة تخص المنطقة مثل آلات السني وزي الزان والرمح والشلفة ذولي، ويحتوي على برضه قطع أثرية مثل الأحجار هذه الموجودة عندنا هنا، وعلى أشياء برضه مثل قطع نادرة. وبرضه زارنا عدة سفراء وقناصل من مناطق أخرى زي السفير المصري زي القنصل الفرنسي، وهدونا بعض الأشياء الموجودة عندنا هذه. طريقة التجميع طبعا تجميع كانت هذه أغلبها للوالد والأجداد موجودة، وبعضها حصلنا عليها من منطقة الجوف نفسها، يمثل تراث الجوف نفسه. طبعا هذا الموجود عندنا زي السلاح العثماني هذا الموجود هنا، وزي العملة بني خالد هذه الموجودة هنا، وزي المسدسات القديمة والبارود هذه اللي للملح قبل الرصاص هذه. هذه خص أحجار طبعا كلها متحجرة على شكل حلزونات ورؤوس حيوانات، حصلناها بأقدم مستوطنة بالشرق الأوسط اللي هي شويحطية عندنا منطقة الجوف. هذا قياس طبعا الوزن، هذا يعتبر المد، هذا مد النبي صلى الله عليه وسلم. مد النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه أدوات طبخ قديمة، طبعا هذه عمرها يتجاوز 200 عام، طبعا من النحاس الصافي اللي هذه حتى الوزن يختلف وما تغير شكلها يعني من عدة سنوات. صحيح. يعد متحف العفاش نافذة ثقافية ومنبرا تاريخيا لعرض أبرز المقتنيات الأثرية والتاريخية الذي حافظ عليها أبناء الجوف. قناة السعودية، نايف الفندي، مدينة سكاكا. شكرا للزميل نايف الفندي على هذا التقرير وزيارته لهذا المتحف الغني بمقتنياته، وشكرا أيضا لأصحاب هذا المتحف على تواجدهم في برنامج جيرتنا.